أكيد كلنا سمعنا عن بطل فيلم مارفل هالك، الإنسان العادي اللي اتحول لبطل أسطوري أخضر اللون وقوي كده وبيحارب جيوش لوحده. وبالرغم كده هالك كان شخصية أسطورية في فيلم خيال علمي، يعني ملوش وجود في الحقيقة. ولكن هنا في الحقيقة عندنا كلب هالك تاني من ضمن سلالات الكلاب محدش يعرف عنه حاجة. النهاردة هكلمكم عن الكلب هالك، الكلب المدمر صاحب العضلات الرهيبة، أضخم كلب بيتبول في العالم. أهلا بيكم. لو لسه مشتركتش على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. كلب البيتبول في العموم معروف بانه اقوى واشرس الكلاب في العالم. عنده عضلات ضخمة جدا كأنه بيلعب جيم، واحتمال تكون اضخم من عضلاتك انت شخصيا حتى لو بتلعب. عضاته دايما بتتصدى اقوى عضة او اصابة على مستوى العالم. كلب شرس جدا والكلاب كلها بتعمل له الف حساب. ولكن النهاردة مش هنتكلم عن اي كلب بيتبول عادي. النهاردة هنتكلم عن عملاق سلالة البيتبول واللي أكيد ممكن ما تكونش شفته في حياتك غير مرة، أو ممكن ما تكونش شفته من الأساس. الكلب هالك صفاته الجسدية بتفوق كل كلاب البيتبول. وزنه بيوصل ل 80 كيلو جرام، وعلى الناحية التانية كلب البيتبول العادي بيوصل وزنه ل 30 كيلو جرام، يعني احتمال 3 أضعاف الوزن. الكلب هالك ملك لمقاتل اسمه مارلون، ومارلون كان لاعب ملاكمة سابق وأنهى مسيرته بسبب إصابة في الرجل، واتفرغ لتربية الكلاب، وعمل مزرعة صغيرة اعتمد فيها على كلبين فقط. مارلون طبعا كان أمله إن المزرعة تكبر والكلاب اللي عنده تبدأ في التناسل، وبعد ما يخلفوا يبيع الجراوي الصغيرة ويعيش هو وأهله من دخلهم. ولحسن حظه بعد فترة قليلة اتفاجئ بنمو كلبه هالك بشكل غير طبيعي، وفجأة أصبح مارلون صاحب أضخم وأقوى كلب في العالم بفرق كبير عن أقرب منافس. فك الكلب هالك مدمر جدا، لو هجم على إنسان كان بيخترق جسمه بأنيابه بكل سهولة. فك هالك كان بيكسر العظم من قوة العضة. وبعد ما نشر مارلون أول فيديو تعريفي عن الكلب هالك وحجمه، بدأ يجيله عروض كتير بملايين الدولارات عشان يبيعه. وعلى الرغم من حالته المادية وقتها، إلا مارلون رفض يبيع الكلب، وقال إن الكلب أصبح فرد من العيلة خلاص. وقال كمان إنه مش هيفكر يبيعه مهما اتعرض عليه. الكلب هالك فيديوهاته بقت بتجيب مئات الآلاف من الدولارات سنويا. ده غير كمان انه بيخلف من 8 ل 10 جراوي سنويا، كانوا بيتباعوا في نهاية السنة بأسعار مرتفعة جدا. آخر 8 جراوي اتباعوا في 2022 اتقدرت قيمتهم ب 800 ألف دولار، يعني أكتر من 24 مليون جنيه مصري. وبيرجع سعرهم المرتفع لأن أي جرو فيهم ممكن ياخد جينات الضخامة والقوة من الأب هالك. وأعلن مارلون في تقرير صحفي عن مفاجأة ما كانتش متوقعة. قال إن في كلب من التمانية اللي جابهم هالك بيتميز بقدرات خاصة. الكلب ده اسمه كوبي، وغالبا لما هيكبر هياخد الشهرة من أبوه هالك. وأضاف مارلون وقال إنه هيفضل يطور من سلالة الكلب هالك لحد ما يحصل على كلب أضخم وأقوى منه. وعلى الرغم من ضخامة الكلب هالك وقوته الشديدة، ولكن مارلون بيقول إنه كلب طيب جدا وودود مع كل أفراد الأسرة. وبيقول كمان إن الإعلام هو السبب في تشويه سمعة كلاب البيتبول، وكل الإصابات العنيفة اللي حصلت للبشر بسببهم بتكون بسبب سوء التدريب أو الإهمال وأوقات سوء التغذية. وقال إن هالك بيدربه من صغره عشان يبقى شرس عند الضرورة. وقال إنه كان بيدربه من صغره على طاعة أوامر وحراسة الأسرة. الصراحة منظر الكلب ما يخليكش يقتنع إنه ممكن يكون ودود أو طيب حتى. هالك بياكل يوميا حوالي 2 كيلو جرام من اللحم، وده بالإضافة للدراي فود الغني بالفيتامينات للكلاب، وتطعيماته اللي بياخدها باستمرار في وقتها. الكلب محتاج ميزانية لوحده، ده غير ان كلب زي ده كان بيصطحبه مارلون للدكتور عشان يطمن عليه كل فترة على صحته. يا ترى لو شفت الكلب مارلون في الشارع فجأة ممكن تحس بإيه؟ هستنى تقولي رأيك تحت في الكومنتات، وهستنى رأيكم كمان عن أي سلالة للكلاب أو الحيوانات حابين نتكلم عنها في الحلقات الجاية. لو ما اشتركتش على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.